ما دام وجه سؤال إلى فضيلة الشيخ المالكي فيعذرنا الشيخ الغروي يعني دقيقتين ثلاثة حتى يجيب الشيخ إن شاء الله. فضيلة الشيخ واصلوا فضيلة الشيخ المالكي. أولا أشكر الأخ منتصر، ونسيت أن أشكره في الحلقة الماضية، وأنا أظن يعني أنه متابع جيد وقارئ جيد، ويعني ممن يفخر بهم البرنامج أن يكون يتابعنا مثل الأخ منتصر. طبعا أخي منتصر، عندما أقول هناك إشاعة، حتى ما كتب في مناهج التعليم هي إشاعة، يعني هي عند البعض بالتأكيد الذين يشيعونها يرون أنها حقيقة بناء على خصومات يعني طويلة عريضة من قرون طويلة بأن الشيعة يكفرون أهل البيت، وأنا لا أؤمن بهذه الإشاعة. وحتى لو كتبت في مناهج التعليم طبعا يعني هي تتبع، يعني هناك يعني مدرسة فكرية، سواء الدعوة النجدية أو مسألة ابن تيمية المتوفي عام 728 هو المؤثر الأساسي. ابن تيمية حوله جدل كبير من عصره، من راقب ترجمة ابن تيمية في الدرر الكامنة لابن حجر يجد أن علماء عصره من أهل السنة يتهمونه بالنصب، ويتهمونه بغض علي عليه السلام، ويتهمونه بأنه، أنا شخصيا وجدت من خلال قراءة ابن تيمية، وهذا يعني وإن كان موضوع آخر، لكنه بما أنه يعني يتكلم ابن تيمية عن الصحابة لا يحترم الإمام علي، لا يحترمه، يعني أجد فيه تنقصا للإمام علي لدرجة أنه يشكك في إسلامه، هل هو صحيح أم لا. يعني هذه لم يسبقه إليها حتى النواصب من أهل الشام، لم يسبقوه إلى مسألة هل أسلم صغير، وإسلام الصغير لا يصح على قول وما أشبه ذلك. وهذه ذكرها الحافظ بن حجر في الدرر الكامنة ترجمة أحمد بن عبد الحليم الذي هو ابن تيمية، في الجزء الأول صفحة 144. وكذلك في لسان الميزان في ترجمة والد بن المطهر يقول ابن حجر وكم من موطن تنقص فيه ابن تيمية من قدر علي رضي الله عنه. نحن في مناهج التعليم تأثرت بالتأكيد، يعني تأثرت بنظرة ابن تيمية، وإن كنت أجد يعني في بعض المعاصرين اليوم، وحتى ابن الشيخ نفسه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له كلام جميل في الإمام علي وفي عمار بن ياسر. يعني يقول عن عمار في ترجمة عمار: كان ميزان الحروب في الفتنة، فمن كان معه فهو مع الحق، ومن كان ضده فهو. أيضا تلميذ ابن تيمية الخاص ابن كثير كان يقول وقد ثبت بحديث عمار أن من قاتل مع علي فهو مع الحق، وأن من خالفه فهو باغ. أنا شخصيا كنت من تلاميذ الشيخ المرحوم الله يرحمه، أو يعني من صغار التلاميذ، يعني الشيخ ابن باز الله يرحمه. سألته ولا زال الشريط معي أمامي عن الحروب التي جرت في عهد علي، فقال: المحق علي، والفئة الباغية هو معاوية وأصحابه، ويجب القتال مع علي. ويقول بأن الصحابة الذين وقفوا مع علي هم أعلم وأفقه من الصحابة الذين اعتزلوا. انتبه، لم يقل من الصحابة أهل الشام، من الذين اعتزلوا، قال الصحابة الذين وقفوا. فالمدرسة الوهابية، يعني ما أحب أن أعمم، لو نزلوا هذا الكلام للشيخ ابن باز في المناهج خلاص انتهت المسألة. إنما يعني المناهج تختار أحيانا آراء غير راجحة حتى في المدرسة الوهابية للأسف، ومناهج التعليم اللي معها يعني قصة طويلة. الأمر الثاني، إذا كلمة الإشاعة يعني هي غير الحقيقية. الشيعة لا يكفرون جميع الصحابة ولا حتى التكفير، وهذا يعني أنا من قراءاتي رغم أنها قليلة ليس بهذا الحجم الذي يظهره ابن تيمية. وابن تيمية هو الذي المؤثر الأساسي في المناهج التي تحدث عنها الأخ منتصر. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، هذا حديث صحيح موجود في البخاري وفي غير البخاري، في الصحيحين وفي غيرهم. وهذا والله أعلم طبعا تفسيره من حق السني أن يجعل تفسيره خاصا في من استمر تغييره من ردة أو نفاق أو سيرة. ومن حق الشيعي يعني عقل الشيعي ليس معي، عقل الشيعي في رأسه. من حقه أن يرى هذا أنه دليل على الانحراف عن حديث الغدير وعن وصية الغدير. ما دام أن المسألة روايات، لأنه نحن إذا عبرنا
حتى ال يعني إذا عذرنا حتى الملحد في إلحاده، ليس يعني بمعنى أنك لا تهدي من أحببت، من باب أولى أن يعذر المسلمون بعضهم بعضا في مثل هذا. فالسنة يريدونه إما على المرتدين وإما على المنافقين، المرتدين والمنافقين. ومن أنا شخصيا أوسع المعنى حتى يصل إلى كل من أساء السيرة، وكل من أساء السيرة هذا مسألة نسبية تدخل ضمن البحث العلمي. ما يعني أستطيع أقول أن معاوية منهم، من أساء السيرة، المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، مسلمة بن مخلد، أبو الأعور، سمرة بن جندب، بشر بن بيرطاء، الوليد بن عقبة. أستطيع أن أوجد جماعة كبيرة ممن انحرفوا عن منهج النبي انحراف واضح، واستمرت حياتهم كلها فيها انحراف عن الحق، بقيت حياتهم تقريبا كلها خاصة في أواخر حياتهم. وقد ما أوصل هذا الأمر إلى من ثبت عندي على الأقل أنا كباحث أنهم تابوا، مثل الزبير بن العوام. هذا حارب علي عندما ذكره يوم الجمل بحديث تقاتل علي وأنت ظالم له، رجع من المعركة. فضيلة الشيخ لماذا لم يدخل مع علي؟ ليش ما دخل مع جيش الحق؟ ليش اعتزل؟ أنا يهمني يعني حتى الظلم عندما يقول تقاتل وأنت ظالم. نعم. أن نحن نعرف أن الظلم نسبي أيضا، ويتجزأ. النفاق يتبعض، والظلم يتبعض، والكفر يتبعض، والإيمان يتبعض يعني. فله سابقة، له توبة وعودة. طلحة كذلك عاد من عندي أنا أن عائشة أم المؤمنين بقيت تبكي وتبل خمارها كلما تذكرت خطأها الكبير. لا شك أنه خطأ كبير خروجها يوم الجمل. وهذا بالمناسبة أيضا سألت الشيخ ابن باز عن أهل الجمل خاصة. نعم. قال هم بغاة أيضا كأهل الشام، والمصيب علي. هذا الموقف أنا في ظني من أعجل المواقف السنية، لكن الأخوة المتخاصمون من سنة وشيعة لا يذكرون إلا أسوأ ما في المذهب. يعني عندما يأتي سني يتحاور مع شيعة يحب أن يغضب الشيعة فيذكر أسوأ ما وجده عند ابن تيمية ولا عند غيره. نفس الشيء قد تجد عند الطرف الآخر. فنحن بحاجة إلى ذكر ما يرضي، ما يقرب الرضا بين السنة والشيعة، لأن نحن في الأخير مسلمون، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقبلتنا واحدة، كتابنا واحد، نبينا واحد، مصيرنا واحد، ظروفنا السياسية والاجتماعية واحدة، ديننا واحد. ماذا نفعل؟ فلا بد أن ما دام أن هذه حقائق جيدة حتى في من يظن أنه متطرف، يعني في من يظن الشيعة أنه متطرف ضدهم مثل الشيخ ابن باز، لكنه موقف جيد مع أهل البيت، موقفه جيد أكثر من جيد. لم أجده في كثير، حتى ربما فقهاء أشاعرة ليسوا سلفية ولا وهابية موقفهم ليس حسنا مثل موقف الشيخ ابن باز. فهو طبعا أنا عندي أرى أن ابن تيمية هو أساس المشكلة. ابن تيمية هو الذي جمع النصب الشامي والبصري، لأن النصب له جزءان. جزء البصرة كانت قطعة شامية نزلت كما شبهها الإمام أحمد نفسه في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي، يقول هي قطعة شامية نزلت بيننا، فعقيدتنا أخذناها من البصرة. العفو مشاهدينا الكرام، حصل انقطاع، وإن كان على كل حال وأخذ الشيخ الوقت، لكن لا ندري كيف حصل الانقطاع. على كل حال